السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كام صحة جيدة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معكم وصفة الغريبية اللي تجي خفيفة بنينة هايلة وتولم بزاف عيد الكبير هكا، يجي حاجة خفيفة يعني ما تسحقش بزاف تنجيق وتجي سهلة في الخدمة. نشارك معكم كامل الوصفة، المقادير والطريقة إن شاء الله. تبعوني فقط وتشوفوا معايا. أول حاجة نسحقوها هي الزبدة ولا السمن. انا هنا استعملت للامانه السمن الطري، يكون يعني بحراره الغرفه، حوالي كاس الا ربع. وهذيك الشويه اللي قعدت لي باش يتعمر الكاس ضفتها زيت كما راكم تشوفوا في الصوره. وهذاك السمن كامل نحطوه في السلادي تاعي ونكملوا المقادير الاخرى. هنا ولا ما عندكمش السمن، لانه كاين على بالي بلدان اللي ماشي متوفر فيه سمن دائما ولا ما تلقاه، تقدروا ديروا الزبده عادي ماشي مشكل. هنا كان عندي سمن، درت سمن وتجيب بزاف بنينه بالسمن. ونضيف عليها السكر الناعم كاس الا ربع ثاني، واكيد لازم تغربلوه باش ما يقعدوش فيه الحبيبات وتجيكم الخدمه سهله فيما بعد. وضيفوا تاني حوالي ملعقه صغيره تاع الفانيليا ولا سكر فانيليا كما درت انايا. وما تنساوش تاني قرصه تاع الملح، هذه ضروريه باش الحلوه تاعكم تجيكم بنينه. ونجيو دوك بالخلاط الكهربائي هكذا من الافضل، ولا ما عندكمش تقدروا ديروها بيديكم ماشي مشكل، لازم برك تخلطوها مليح. ولا عندكم الخلاط الكهربائي كيما انا ديروها غير هكذا، خلطوها مليح مليح، يعني حتى شفتوا كيما تشوفوا معايا حتى ولات بيضاء تنحلها كامل صفوريه هذيك تاع السمن. بعدها حبسوا دوك ضيفوا المكونات الاخرى اللي هما معلقه صغيره هكذا كيما تشوفوا تاع خميره الحلويات. هذه ما تكثروش بزاف خميره الحلويات، غير ديروا غير شويه باش تجيكم خفيفه. ونضيفو دوك بنفس الكيلة الفرينة. هنا ضفت زوج كيسان الاولين مغربلين، لازم الفرينة تكون مغربلة تاني، لازم تكون مغربلة باش تجيكم الغريبية تاعكم خفيفة. ضفت زوج الكيسان الاولين مباشرة على بالي تديهم كامل. اما الكاس الثالث نضيف غير شوية بشوية حتى نحصلوا على القوام المطلوب. انا في الوصفة تاع اليوم ادات لي 3 كيسان كاملين، والرابع ديت منه كاس الا ربع، يعني دات لي 3 كيسان والرابع كاس الا ربع من الفرينة. يعني على حسب الفرينة، بما انه كاين فرينات يشربوا بزاف سوائل وكاين فرينات اللي ما يشربوش سوائل، كيما اللي درتها اليوم انايا ما شربتليش سوائل، يعني تقدر تدي لكم غير 3 كيسان. في الوصفة الأصلية كاين غير 3 كيسان فرينة، وبما أن الفرينة تاعي كما قلت لكم ما تشربش، دات لي 3 كيسان كاملين. ومن الرابع نحيت منه 3/4، يعني دات لي زيادة على الفرينة. لازم القوام يجيكم هكا باش تحبسوا من الفرينة. نتوما ديروا شويه بشويه وتحصلوا على هذا القوام وحبسوا. كي تشكلوها بين يديكم تتشكل كما قلت لكم هكذا مباشره، وكي تحلوها تتحل تاني عادي. ما لازمش تكون طريه بزاف وما لازمش تكون ناشفه بزاف تاني، سينو تجيكم يابسه كي طيب من بعد. انا بعد ما شكلتها كامل دوك نلمها برك كيما تشوفوا هنايا، نخليها تريح حوالي نص ساعه ولا ساعه هكا في المطبخ فقط، ماشي وبيجي ديروها في الثلاجه ولا. دوك نجيو نشكلوها. بالنسبه للتشكيل شكلوها كيما حبيتو، ولا حبيتو توزنوهم وزنوهم حوالي 30 غرام للحبه، ولا حبيتوهم يجيو عاديين شويه كبر ماشي كبر بزاف، ملاح برك للعين هكذا. ولا حبيتهم صغار اكيد تقدروا تصغروهم ماشي تاني مشكل. على بالكم المغربيه تجي من من الحلويات التقليديه تاعنا تاع بكري تاع الجزائر كامل يديروها كل مناطق يعني. وكنا من بكري كانوا يديروا الغريبيه شويه كبيره، على بها حبيت نحافظ على هذاك الشكل، تجي شويه كبيره درتها انا 30 غرام للحبه. شكلوها بهذا الشكل هذايا على شكل تقليدي تاع بكري، ولا ديروها كيما حبيتوا. المهم تكون هكذا الغريبيه تجيكم بنينه وتجيكم يعني على حبه، تجيكم طريه ما تجيش يابسه هذيك اللي تضربي بها كاش واحد ويطيح. فوالا انا نكمل نشكل كامل الغريبيه تاعي ونحطها في بلاطو بلا ما نديرو ورق الطبخ ولا، لانه على بالكم الغريبيه كيما شفتوا درت فيها السمن يعني ميدمه، ما تسحقش ديروا ورق الطبخ ولا كاش عفسه، ديروها هكا ما تلصق ما يصرى لها والو والو. هنا كيما قلت لكم شكلتهم كامل. هنا بالنسبه للحبات عاودت شكلتهم فقط شويه في يدي، نحيت لهم هذيك القامومه اللي جات من الفوق وعاود درتها هكا في يدي برك، حاولت اني ندورها هكذا باش تجي طالعه لكن بشكل مختلف شويه.
بدنا نحطها مباشرة طيب على 180 درجة حوالي 20 دقيقة حتى 30 دقيقة. عسوها فقط. أنا الفوق تاعي شاعل من الفوق ولتحت. نتوما ولا ما عندكمش هذه الخاصية ديروها غير من التحت حتى يطيب من التحت، تنحيوها تدي شوية اللون فقط، ما لازمش تتحمر بزاف باش ما توليش يابسة ونحيوها. انا بالعاني ما زينتهاش ما قبل ما نحطها في الفرن، زينتها من بعد كي نحيتها من الفرن، زينتها بهذا الشكل شويه قرفه من الفوق على الشكل التقليدي الاصيل الجزائري، وحطيتها هكاك باش هذاك القرفه تحكم الفوق وما تطيحش كامل. وشاهدكم ان شاء الله في الجنه. هكذا كانت الغريبيه تاعنا واجده ما شاء الله على الشكل التقليدي، وجات مشقه الله يبارك، وجات خاصه ماشي يابسه، جات طريه الله يبارك بزاف بنينه. شاهدكم ان شاء الله في الجنه. ان شاء الله جربوها لهذا العيد ان شاء الله، العيد الكبير. كما شفتوا ما تديش وقت بزاف وما تديش يعني مقادير كثيره، ولا تجيكم بزاف بنينه، ومعظم الناس على بالي يحبوا الغريبيه، خاصه الوصفات التقليديه الاصيله كما هذه. شاهدكم ان شاء الله في الجنه. ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم، نقول لكم صحه واشركم، صحه عيدكم ان شاء الله، والى وصفات اخرى ان شاء الله. تهلاو في رواحكم وبسلامه.